أي علاقة في حياتك، حب، صداقة، أو حتى في الشغل، لازم تمشي بنظام معين، نظام البينج بونج، خد وهات. لو لقيت نفسك الوحيد اللي بيرمي الكورة ما بترجعش، لازم تراجع نفسك، لأن دي علاقة كده مش طبيعية، ده كده اسمه استغلال. مفيش علاقة من غير مقابل. لو انت كنت فاهم حاجة غير كده، يبقى انت محتاج تفهم القاعدة الأساسية في بناء العلاقات. لازم تكون عارف ان مفيش علاقة في الدنيا من غير حاجة، حتى علاقتك بأقرب حد ليك، حتى علاقتك بربنا. كل العلاقات مبنية على احتياج معين، وده مش معناه مصلحة زي ما الناس بتقولها، دي الفطرة البشرية. يعني انت لما بتصاحب حد أكيد بتاخد منه طاقة، دعم، اهتمام، أو حتى ضحك، حاجات بتكمل جوانب فيك. ولما حد بيحبك هو برضه بيحتاج منك حاجات تانية زي الاهتمام والاحتواء، أو حتى مجرد الإحساس بالأمان. لكن خد بالك، العلاقة الوحيدة اللي مش مبنية على احتياج هي علاقة ربنا بينا. هو اللي بيدي من غير ما يحتاج، هو اللي بيعطي من غير مقابل سبحانه وتعالى. لكن احنا حتى في علاقتنا مع ربنا بنحتاج منه هداية ورحمة ومغفرة وراحة نفسية. يعني علاقتنا مع ربنا دايما لحاجة، بس الفرق ان هو مش عايز مننا حاجة. الموضوع عمره ما كان مصلحة، ده احتياج طبيعي، دي فطرة بشرية. المشكلة عمرها ما كانت في الاحتياج، المشكلة بقى انك تكون في علاقة بتدي فيها كل حاجة وما بتاخدش حاجة، بتضحي دايما ومحدش مقدرك، لحد ما هتلاقي نفسك مستنزف ومش هتلاقي وقت للعطاء اللي انت بتقدمه. فكر كده مع نفسك وشوف نفسك، هل انت دايما اللي بيحاول وبيجري، اللي دايما بيتنازع عشان العلاقة تفضل مكملة، بتحس انك بتسامح كتير ومحدش مقدر حاجة؟ لو اجابتك انت لازم تعيد حساباتك. العلاقة الصح دايما لازم يكون فيها توازن، يكون فيها تقدير متبادل، مش حد يفضل يدي والتاني بس بياخد. دايما ما تخليش حد يستغلك، خليك واعي، خليك سابق بخطوة.